وهتحس ان جسمك مشدود، هتحس ان شكلك بقى احسن، هتحس ان عضلاتك فايقه، جسمك هيحرق اكتر، وبعد كده هتقطع النظام وهتكره وما عدتش هتكمل في الدايت. ما تعتمدش على تمارين الكارديو بس في نظامك التمرين. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد على قناه اليوتيوب. في الفيديو اللي فات عرفتكم ازاي تحددوا هدفكم وازاي تعملوا نظام غذائي لنفسكم وتعملوا ايه اول ما تخشوا الجيم. في الفيديو ده هقول لكم على 5 حاجات انا عملتهم نزلوا لي وزني بشكل ملحوظ جدا، فوق ال 20 كيلو، وصلت من الشكل ده للشكل ده. لو انتوا عملتوا ومشيتوا على ال5 خطوات دول ان شاء الله هتوصلوا لشكل حلو، هتخسروا دهون بشكل ملحوظ جدا. اتمنى ان انتوا تمشوا عليهم. لو انت بتسال نفسك انا مين وتاخد المعلومه مني ليه، انا كابتن عزو، مدرب معتمد من الاتحاد المصري لكمال الاجسام، ومدرب معتمد من نقابه المهن الرياضيه، وحاصل على شهاده الطب الرياضي، يعني هقدر اتعامل معاك في اي حاجه. وصاحب براند عزو جيم بقالي اكتر من 10 سنين، دربت فوق ال 20,000 عميل. يلا نبدا، وهقول لكم على ال5 خطوات اللي انا مشيت عليهم ومشيت عليهم كلاينت كتير جدا وتحسنوا وبقوا كويسين. اهم حاجه تتاكد انك تنفذ الخطوه رقم 5 وتعملها بالظبط، علشان هتفرق معاك كتير، لان هي الوحيده اللي فرقت معايا 100%. خلينا متفقين، لو انت حرمت نفسك من اي حاجه انت مش هتعرف تلتزم على اي نظام غذائي. فاولا لازم اقول لك انت ما ينفعش تحرم نفسك من اي حاجه. يعني مثلا لو هتاكل رغيف ممكن تاكل نص رغيف بس على المدى البعيد، وهنا هتشوف نتيجه ملحوظه. ولكن انت لو حرمت نفسك من كل حاجه هتمشي على النظام يوم، اتنين، التاني، التالت، وبعد كده هتقطع النظام وهتكره وما عدتش هتكمل في الدايت. فخليني اقول لك على اول حاجه غيرتني وخلتني التزم بالدايت، ان انا عملت نظام غذائي من الاكل اللي انا بحبه. يعني مثلا انا لو بحب الشوفان كنت بفطر شوفان، لو بحب مثلا البيض بفطر بيض، لو بحب العيش بدل ما باكل رغيف مثلا باكل نص رغيف. ده احسن اني ما امشيش على نظام غذائي خالص، يعني بدل ما تاكل رغيف كل نص رغيف. ومن ضمن الحاجات اللي انا عملتها في النظام الغذائي بقيت ازود نسبه البروتين في الاكل واقلل من نسبه الكربوهيدرات، وبقيت ماشي بنظام الكارب سايكل، يعني يوم ارفع الكربوهيدرات ويومين اقللها وهكذا. وحاجه مهمه يا جماعه كتير مننا ما بياخدش باله منها، انت لما بتمنع نفسك عن الاكل ده مش احسن حاجه ان انت تخس. انت ممكن مثلا لو انت بتاكل وجبتين او بتاكل 3 وجبات تقسمهم مثلا على 5 وجبات. دي تركايه حلوه بتعلي نسبه الحرق في جسمك وهتخليك تخس اسرع. تاني نقطة معانا وهي تمارين المقاومة. تمارين المقاومة من السر ان انت تبني عضلات وتحرق دهون. ما تعتمدش على تمارين الكارديو بس في نظامك التمرين، لازم تلعب تمارين مقاومة وتدخل التمارين المركبة. التمارين المركبة دي اللي هي بتشغل اكتر من عضلة علشان تعلي نسبة الحرق معاك، زي مثلا الديد ليفت، زي مثلا السكوات. التمارين دي كلها تمارين مركبة بتشغل كذا عضلة فبتعلي معاك نسبة الحرق. طبعا لازم تقسم جدول اسبوعي، سواء مثلا هتمشي على البروس بليت او هتمشي على البوش بول ليج، بس انا كنت بفضل امشي على البوش بول ليج عشان ادخل تمرينة الرجل مرتين وادخل العضلة الكبيرة مرتين في الاسبوع. فتمرين البوش بول ليج كان من اكتر الحاجات اللي ساعدتني ان انا اوصل من الشكل ده للشكل ده. تالت نقطة الكارديو. الكارديو ناس كتير بتهمله وناس كتير ما بتبقاش حابة تلعب كارديو. الكارديو مهم جدا يا جماعة في حرق السعرات الحرارية، لازم تلعب كارديو. هتلعب كارديو لازم تخصص وقت لتمارين الكارديو، ويفضل انك تلعب كارديو على معده فاضيه. ليه افضل ان انا العب على معده فاضيه؟ لان انت لما بتكون نايم بتبقى نايم مثلا من 8 ساعات ل 9 ساعات، جسمك بيكون فاقد اي اكل انت مدخله. فلما بتلعب كارديو على معده فاضيه جسمك بيستخدم الدهون اللي عنده للطاقه، لان مفيش اي اكل في جسمك. فده بيبقى انسب حل سريع لحرق الدهون انك تلعب كارديو. طب انت مثلا ما بتعرفش تروح الجيم مثلا الصبح بدري، كانت تجربتي ان انا مثلا كنت بلعب نط الحبل في البيت عادي لمده نص ساعه، بنزل السلم واطلع اتنطط. المهم ان انت تعمل اي تمارين، عملت اي تمارين بتعلي من نبضات قلبك يبقى انت كده بتلعب كارديو لمده نص ساعه كل يوم يوميا. رقم 4 شرب الميه. شرب الميه مهم جدا لو انت شخص عايز تخس او شخص عايز تبني عضلات او اي حد بيروح الجيم، لازم تشرب ميه. تشرب ميه قد ايه؟ كل واحد بيبقى له نسب ميه معينه، بس في الطبيعي مش اقل من 3 لتر ميه ل 4 لتر ميه. ده الطبيعي لو انت شخص عايز تخس. اولا جسمك بيبقى حابس ميه ووتر ريتنشن تحت الجلد، الميه اللي بتبقى محبوسه تحت الجلد اولا الميه دي هتنزل
بتاع 2 3 كيلو، تمام، وهتحس ان جسمك مشدود، هتحس ان شكلك بقى احسن، هتحس ان عضلاتك فايقه، جسمك هيحرق اكتر، لان الدراسات قالت واثبتت ان شرب الميه كتير بيعلي من حرق السعرات الحراريه. فشرب الميه مهم جدا يا جماعه. اشربوا ميه من 3 لتر ل 4 لتر لو انت هدفكم ان انتوا تخسوا دهون او هدفكم ان انتوا تبنوا عضلات. هتلاقوا جلدكم مشدود وهتلاقوا نفسكم شكلكم احلى. خامس حاجه واهم حاجه واخر حاجه معانا هي النوم. النوم مهم جدا يا جماعه للناس اللي عايزه تزود وزنها او الناس اللي بتحرق دهون. لازم تنام كويس، لازم تكون حريص. يعني انا كنت حريص ان انا انام من 7 ساعات ل 8 ساعات يوميا في الليل. لازم تنام بالليل عشان عمليه الايض عندك تكون شغاله بشكل منتظم. ودي من ضمن الحاجات اللي ساعدتني ان انا اخس بسرعه، ان انا اكون مظبط النوم بتاعي، انام من 7 ساعات ل 8 ساعات. دي كانت الحاجات اللي انا مشيت عليها وخسستني 20 كيلو. لو عندك اي استفسار او اي تعليقات اكتبها لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك على طول. ما تنساش تدعمني بسبسكرايب ولايك علشان تشوف كل جديد على القناه. سلام.